ما تخلصنا، قلنا لك دهب وصافي كمان. طب ممكن الفاتورة بعد إذن حضرتك؟ حاضر. ايه ده؟ الظاهر ان انا نسيت الفاتورة في البيت او وقعت مني وانا بطلع حاجة في البيت كده. طب ثانية واحدة اكلم علي اختي تشوفها لي. اتفضلي. الو. ايوه يا عالية، بقول لك ايه، شوفي لي فاتورة الساعة بتاعت المرحوم كده عندك، اصلها وقعت مني تقريبا وانا بجيب حاجة. يا بنتي دوري كويس في الدولاب، ركزي بس يا ألو؟ عالية. أيوة يا فندم، في واحدة عندي بتبيع قطعة من نفس المسروقات اللي مبلغينا بيها. أيوة أيوة حضرتك، هي في المحل هنا. الموضوع المهم اللي عايزني فيه، ولو اني شايفه ان خلصت كل الكلام اللي عندك لما رحت لك البيت. كان رد فعل طبيعي جدا لما اشوف المتهمه بقتل ابويا واقفه قدامي، ومش كده وبس، اللي جاي تتهمني بان انا اللي قتلته. وده لسه رأيي على فكره. الدليل النهارده انك رحت المركز تسأل على التسجيلات بتاعت والدك عشان تطمن انه مفيش حاجه تدينك، مفيش حاجه ضدك، ولو في بتفكر ازاي تخفيها زي ما اختفى اخر تسجيل. سبحان الله. بصي، انا مش جاي لك النهارده عشان نقعد نرمي التهم على بعض. انا من حقي ان انا اشك فيه، وعندي مبرراتي واسبابي اللي انت عارفاها، وانت كمان من حقك انك تشكي فيا، خصوصا بعد ما عرفت ان انا خبيت موضوع الخناقه اللي حصلت بيني وبين ابويا يوم الحادثه. يعني انت بتعترف ان في خناقه حصلت بينكم؟ طب دريت ده في التحقيقات ليه؟ على الاقل قدامي انا ما قلتليش ليه؟ كانش ينفع اشوه صوره ابويا بعد ما مات بايدي. صورة ابوك ولا صورتك بعديه؟ الاثنين. ابويا عمره ما ساب لي حاجه، وضيع كل حاجه بادمانه للمخدرات والستات والقمار، وكان كمان بعد ما مات عايز اضيع سمعتي ويخلي سيرتي على كل لسان ما بين الجرايد والنت. طيب ايه اللي جد وخلاك تقول الحقيقه والواحده شايف ان هي اللي قتلت ابوك؟ ده ايه ده؟ ده سيدي عليه صوت وصورة لليلة بتاعت أبويا اللي كان عاملها في بيته، واللي فيه الوضع المخل اللي كان سبب الخناقة بيني وبينه ليلة الحادثة. ومين اللي صوره؟ وازاي وصل؟ بنت من البنات اللي كانوا معاه، وهي اللي جابته لي، وهي نفس البنت اللي انت شفتيها ليلة الحادثة خارجة من الشقة. يعني انت تعرف البنت دي؟ وانكرت ليه انك تعرفها؟ لحد اللحظة اللي جيتي لي فيها البيت ما كنتش أعرفها، لغاية ما اتفاجئت إنها جات لي وجابت لي السي دي وحبت تبتزني وصورت أبويا في كل حاجة، حتى بداية المكالمة اللي كانت بينك وبيني. وهو ده اللي خلاني أتأكد من براءتك، وهو ده اللي خلاني أروح المركز عشان أفهم، وخلاني أجيلك دلوقتي عشان أعترف لك بكل حاجة. لأن البنت قالت لي السي دي ده هو اللي فيه أول الخيط اللي هيوصلك للي قتل أبوك. طب ومستني ايه؟ نبلغ الشرطه فورا وهم يتصرفوا ويقبضوا عليها. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان احنا لو اتكلمنا رجل ورجلك هتيجي في القضية بزيادة، والموضوع هيتكعبل قوي. عشان كده أول حاجة لازم نعملها نلاقي آخر تسجيل، وبعد كده نشوف هنتصرف ازاي. الله، بجد اتكسر هايل. كنت حرمانه منه ليه؟ ومالك عند جدته؟ ده احنا ليلتنا زي الفل.
التليفون ضرب مش وقت. يا أستاذ صادق، الحمد لله كويسة. مبروك على إيه؟ لا معلش مش فاهمة موضوع إيه اللي قلب الدنيا؟ متشكرة متشكرة يا ريس، ربنا يخليك. شكرا. انت ليه عملت كده؟ وانت ليه ما كنتش عايزه تعملي كده؟ حرام عليك، انت مش فاهم انت عملت ايه. طب ما تفهميني. طيب ايه اللي مخليك تتراجع عن القضيه دي بالذات؟ فاكر لما قلت لك ان حد طلع عليا عشان يسرق الموبايل، كسر ازاز العربيه؟ الموضوع ما كانش مجرد واحد عايز يسرق الموبايل، امال ايه؟ كان انذار عشان ابعد عن قضيه ياسين رفعت. ايه اللي اعرفه؟ عشان هما كلموني بعدها وهددوني، قالوا لي لو ما بعدتش عن قضيه ياسين رفعت وبطلت ادور وراهم هيأذوني وهيأذوا عيلتي كلها. يا اسطى اهربي يا علي، البوليس عندكم فوق شكلهم جايين يقبضوا عليك. في ايه؟ اهربي دلوقتي وبعدين هنعرف في ايه. يلا تمام يا فندم، لقيت الحاجه دي. ايه ده يا حاج؟